ومما ينبغي أن يكون معلوما بوضوح أن عقيدة التكفيريين الذين يقاتلون الجيش والشرطة في سيناء هي عقيدة الذين يستهدفون الأقباط في العريش ويجلبونهم عن أرضهم وديارهم، وهي عقيدة الذين يستهدفون الكنائس في القاهرة وطنطا والإسكندرية وغيرها. وعقيدة هؤلاء جميعا أن المسلمين مرتدون وهم أكثر من اليهود والنصارى، ومن عقيدتهم أنه إذا قاتل اليهود الجيش المصري فهؤلاء التكفيريون مع اليهود ضد الجيش المصري، لأن اليهود عندهم وكذلك النصارى أهل كتاب، وأما الجيش عندهم فكافر مرتد، والمرتد أشد كفرا من الكتابي. وعليه فاستهداف الكنائس والنصارى ليس لأنهم كفار عندهم فقط، فالمسلمون عند هؤلاء أشد كفرا، ولكن لأجل ما ينتج عن استهداف الكنائس وقتل الأبرياء من ردة فعل في الداخل والخارج، مما يؤثر بالدرجة الأولى على الدولة المصرية، وهي المستهدفة بالقصد الأول. فالقصد الأول من هذه الأحداث كلها وما ينتج عنها من الآثار السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية هو إسقاط الدولة المصرية.